ازيكم عاملين ايه؟ اول مره النهارده هسجل لكم بصوتي. هنعمل مع بعض الوصفه دي. بس قبل ما نبدا الوصفه تنزلوا تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك وتشتركوا في القناه. ما تنسوش تسيبوا لي كومنت رايكم في الوصفه ايه. هنا انا معايا فرخه كامله، كنت محتاره اعمل بيها ايه. خليت الفرخه كلها. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا الورك كامل هنقطعه مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، مكعبات تكون متساوية عشان تبقى شكلها حلو. ده الصدر برضو هنقطعه مكعبات صغيرة كده متساوية. تعالوا هنحضر مع بعض التتبيلة حلوة قوي قوي هتعجبكم. علبتين زبادي، عليهم معلقتين صلصة، هنضيف عليهم معلقتين مستردة، ربع كوباية زيت، هنحط ظرف مرقة وده اختياري، الناس اللي بتحبش المرقة ممكن تستغنى عنه. هنحط هنا 4 فصوص توم، جنزبيل فريش لو ما عندناش عادي ممكن نستغنى عنه. هنضيف التوابل بقى، بصل باودر، توم باودر، فلفل اسود، جنزبيل باودر. انا نسيت احط هنا الملح، حطيته في الاخر. ضيفوا معلقه ملح صغيره. ودي بهارات فراخ. انا هنا هضيف صويا صوص معلقه وخل بلسمك معلقه، ممكن نستغنى عنهم بس صراحه هما بيطروا الفراخ وبيخلوها طعمها حلو وبيدوها لون حلو قوي وقت التحمير. هنقلب الخلطه حلوه قوي قوي، هنخلي كله يتجانس مع بعضه كده. هجيب الفراخ وهحطها في الخلطه، هقلبها حلوة قوي، وبعد كده هحطها في التلاجة وهبيتها ليلة كاملة. نقلبها حلو. هنا بقى معانا خضار، طماطم، فلفل الوان، وبصل. طبعا في ناس ممكن ما بتحبش الخضار، ممكن ما تعملش معاها خضار عادي، تحطها في الاسياخ كده عادي فراخ بس صراحة انا بحب الخضار قوي وبحب اكله وهو متحمر مع الفراخ كده والفراخ تكون شاربة منه. هنقطع الخضار مربعات زي الفراخ. نحاول تكون قطع متساوية على قد ما نقدر. هنا خلاص انا خلصت كمية الخضار كلها. الاسياخ بتاعت الشيش طاووق دي لازم تبلوها في مية دافية لمدة ساعتين. هو انا كنت مستعجلة ونسيت خالص ابلها وبليتها نص ساعة بس، فاتحرقت مني شوية في الفرن. انتوا لو بليتوها قبلها بساعتين باذن الله تطلع معاكم حلوة مش هتتحرق. هنا هحط قطعة من الفراخ، بعد كده هحط الفلفل الالوان والبصل واحط قطعة كمان، وبعد كده هرجع احط فلفل الوان تاني واحط قطعتين، وبعد كده احط طماطم هقفل بيها. ممكن تحطوها زي ما تحبوا عادي، الشكل اللي تحبوه. هنا خلاص انا خلصت كل الكمية. هكون مسخنة الفرن وهولع الشواية وهحط الفراخ تحت الشواية على طول. هي ما بتاخدش اي وقت في السوى، بتستوي بسرعة، بيكون شكلها النهائي كده.
طعمها بيبقى تحفة تحفة تحفة. الخل البلسمك ده بيطري الفراخ قوي، والزبادي والزيت. تقريبا التتبيلة كلها هتخلي الفراخ دايبة وزبدة زي ما انتوا شايفين كده. هتتقدم مع رز بسمتي، او ناس بتحب تاكلها بطحينة وعيش، زي ما تحبوا. هتلاقوها طعمها حلو قوي ومختلف، واللي يجرب الوصفة ما ينساش يسيب لي كومنت ان هي عجبته ولا لا. باي.